حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خليكوا مع اتش، وبسرعة كده هتلاقي معايا ركز معايا يا صاحبي. 15 سؤال، فالحلقة نارية واخر 3 4 اسئلة جامدين جدا، اقوياء جدا، مهمين جدا، وخصوصا على على اللي بيكتم القذف. وبرضه هنتكلم شوية على جهاز فحص الايدز اللي هو الجيل الرابع عبر الاصبع. وكمان عندنا اسئلة خاصة بالاعتداءات، يعني شخص تعرض لاعتداء جنسي. فهنبتدي. قبل ما نبتدي ما تنساش لايك وشير ومتابعة عشان نخش في الموضوع على طول. طبعا احنا عندنا زي ما قلت لكم انتوا بتكتبوا الكومنتس، وبعتذر منكم طبعا على التأخير اللي حصل الفترة اللي فاتت. هو غير مقصود، لان يعني في ضغوط تانية طبعا في الحياة، لكن انتوا حبايبي وان شاء الله هتتبسطوا بحلقة النهاردة جدا. وتجميعة الأسئلة هي من خلال الكومنتات اللي هنا، وعلى جميع المنصات الأخرى اللي انتوا عارفينها زي الانستجرام، التيك توك، كمان الفيسبوك. اول سؤال عندنا هو بيقول، حد بيقول انا عايز حل للقذف السريع. وبرضه ما تنسوش ان احنا عايزين لو عجباكم السلسله نكمل فيها على طول. خش فيها على طول، قول لي في الكومنتات كمل، الله ينور، وبنستفاد منها. حل للقذف السريع بسبب الرغبه القويه. بكل بساطه السؤال ده ذكي ليه؟ لانه هو بيقول لك حل للقذف السريع وعرف المشكله فين، اللي هي الرغبه القويه. يبقى الفكره كلها جايه من التحكم. ما تقعدش يعني زي ما قلت لك، برضو لازم تكون متزوج. يعني لازم اللي يكون سائل السؤال ده متزوج. ما ينفعش يكون اللي سائلني السؤال ده واحد يعني بيتكلم على عاده سريه، فبيقول انا والله عندي قذف سريع بسبب رغبه قويه. طب ما هي انت الرغبه قويه جايبها عشان بتتفرج على افلام اباحيه، وشك في الحيط وقفك ليا، فاهم؟ فالموضوع ما ينفعش. لازم حضرتك تعمل ايه؟ لازم تقلل الرغبه. ده لو انت متزوج قلل دنيتك، هدي الريتم، ان شاء الله امورك هتكون قويه. وخصوصا ان انت تشتغل عقليا، يعني لازم بعقلك تقعد تشغل دماغك بحاجه تانية غير القصف. غير كده انت هتعاني من الموضوع ده كتير. وانا ما انصحش طبعا زي ما قلت لك ان انت تبتدي على طول بادويه التاخير. لا، الافضل تشتغل على نفسك وبعد كده تخش على. وتاني حاجه برضو، يمكن انت عندك التهاب في البروستاتا، لان دي من مسببات القذف السريع. والافضل من كل ده، لو انت عندك كنت مدمن العاده السريه وعندك التهابات للبروستاتا، روح على طول على دكتور ذكوره وجراحه او دكتور مسالك بوليه، وهيكتب لك علاج يظبط لك البروستاتا ان شاء الله. ده غير المكملات لو انت محتاج علاج يعني. السؤال التاني انه في حد تعرض لاعتداء جنسي وهو طفل عنده 7 سنوات، وكان كاتب بين قوسين يعني من الغريب ومن القريب. و بيقول والله هل يعني سببت له مثلية جنسية، يعني هو بقى بيحب الطرف الآخر، يعني اللي هو الشخص الآخر. فهو بيقول في امل انجذب للبنات. انا السؤال ده ممكن ما كنتش اجاوب عليه، لكن انا حابب اجاوب عليه لانه في ناس فعلا بتتعرض في حياتها لحاجه زي كده، فاهمني؟ يعني للتحرش الجنسي في سن صغير او الكلام ده كله. طيب انت عشان تعدي الموضوع ده لازم تروح لدكتور نفسي. صدقني افضل شيء الدكتور النفسي اولا، ثم الدكتور الدكتور الذكورة ثانيا، عشان يشوف الهرمونات عندك، وان شاء الله مع العلاج تنجذب للموضوع ده وامورك تبقى طيبة جدا. وما ننساش برضو تاني اللايك والشير والمتابعة يا اجدع اخوات. طيب، فرحي قريب ونفسيتي مش في احسن حال، هل من طريقة؟ فرح تاني، فرحي قريب ونفسيتي مش في احسن حال، هل من طريقة؟ اولا بص، يعني انت فرحك قريب ونفسيتك مش في احسن حال، انت بتتكلم على ان انت حاسس ان انت مش مبسوط او اي شيء من الحاجات دي. فانا برضو برشح لك ان انت تهدي اللعب شوية، هدي نفسك. الموضوع مش محتاج اي قلق، يعني امورك طيبة ان شاء الله، وهتكون بخير يعني. السؤال الرابع، رأيك في خلطات العسل. حلو السؤال ده بقى، انه احنا واحد بيقول لك انا عندي ايه رأيي في خلطات العسل الطبيعي وغذاء الملكات اللي بنشوفه من العطارين، هل ده شيء كويس؟ بص، العسل الطبيعي ممتاز، هيفيدك. غذاء ملكات النحل اكيد هيفيدك. فالحاجات دي كلها المهمة. السر فين يا صديقي؟ هو انت عندك مشكلة في الطاقة فانت بتاخد عسل وبتاخد مثلا غذاء ملكات، فاهم؟ هل انت عندك مشكلة في الرغبة، يعني الطاقة، انت مثلا رغبتك تمام، الدنيا تمام، بس ما عندكش الطاقة اللي بتعمل بيها العلاقة، فاهم؟ فهنا الحاجات دي بتنفع. يعني انت لما تاخد تفقع واحدة مثلا عسل مع غذاء ملكات، هتلاقي دماغك نورت والوظت وعايز تجري، فاهمني؟ في اي مزراب البيت عايز تعمل معاه علاقة. بس الفكرة كلها، هل انت عندك القدرة دي؟ فانت محتاج الطاقة اللي تعمل ده واصلة. لكن انا لو ما عنديش القدرة دي، خلاص.
سؤال رقم يعني فاهم، المهم يكون كويس. طبعا احنا قلنا في حاجات تانية كويسة انت لو عندك، طبعا الحاجات دي ممتازة جدا. وفي زي ما احنا قلنا الحاجات تاني، المكملات، مميزات الزنك ان هو بيظبط التستوستيرون، مميزات ال ال الارجينين ان هو بيضخ الدم في الاورده. واحنا قلنا سحلبوزك عباره عن اورده وعضلات، او انا اسف اورده واعصاب. وقلنا برضو زي ما احنا قلنا الزنك، وعندك فيتامين، وعندك الارجينين. قلنا كمان ايه؟ ركز معايا يا عم، فيتامين ب مركب ليه؟ عشان في بي 6 اللي بيقلل نسبه البرولاكتين اللي عندك، و بي 12 اللي بيظبط الاعصاب، فبالتالي الانتصاب بيكون قوي. اديني سؤال من بره وجاوبتك يعني. بتخش على السؤال رقم 5، بيقول لك ليه الناس بتهتم، حلو السؤال ده، ليه الناس بتهتم بطول السحلبوز قوي كده يعني؟ لو مثلا الطول 10 سنتي هل ده بيمنع انه تحصل علاقة ناجحة؟ لا. احنا قلنا على الورق، من 8 سنتي وطالع علاقتك ناجحة. يعني ايه؟ يعني الست مش محتاجة في عمل الرز بلبن، لان في تعليق من احد الاصدقاء قال لك انا بدل ما تقول من نسكافيه قول ايه؟ رز بلبن. فحاضر يا سيدي، عشان الناس تعرف ان احنا بنقرا التعليقات. وانت بتعمل واحد الرز بلبن زيادة كريم، ال10 سنتي كافيين جدا، تمام. 8 سنتي على الورق كويس، يعني هي ست مش محتاجة اكتر من كده. لكن طبعا انت بتقول ليه ده؟ لان انت بتتفرجت على حاجات فيها الاوضاع الشهبورية العظمى، فاهمني، والقنبورية الايه السفلى. يعني انت بتلاقي حاجات زي ده كده، هتلاقي اهو يعني مثلا زي ده كده، شايف انت ايه؟ بتشوف الافلام اللي بحيها فيها الشغل العالي ده. فالشغل العالي ده انت كل الناس في دماغها ان هو لازم يبقى كده، لا طبعا يعني. تمام. وغير ان الشغل العالي ده مش معمول طبيعي، يعني في حاجات وفي ابر وقصص بتتضخ فيه، وانتصاب عشان يقعد فترة الفيلم ده. دي كلها حاجات مصروف عليها. الراجل يا جماعة رايح يمثل فيلم، رايح يمثل فيلم. فكل الهيصان ده عشان حضرتك يجي لك احباط، ويبقى حضرتك دي بداية ان انت تروح ما تثقش في نفسك، وبالتالي تشغل الايه؟ الحاجات التانية اللي انتوا فاهمينها يعني، عشان تكسبهم يعني. حل ضعف الانتصاب بطريقة طبيعية جدا جدا جدا. بص، اول حاجة لازم تبقى متأكد ان انت ما عندكش مشكلة، يعني مشكلة صحية مسببة لك ضعف الانتصاب. لو انت عادي يعني بتقول كده والله انا عايز يعني زيادة ان انا انتصابي يكون اقوى للسحلبوز يعني والكلام ده كله، فزي ما انا لسه قايل فيتامين ب مركب كافي وممتاز جدا. وبيظبط لك خصوصا بي 12، يعني ده بيظبط لك الامور الخاصه بقوه الانصاب. الارجينين بيظبط لك الحجم وبيديك الاورده. وما تاخدش اي حاجه انا قلتها هنا الا بمراجعه طبيبك المتخصص. تاني اهو، ما تاخدش اي حاجه خالص، عسل بتنجان بتاع، لازم ترجع لطبيبك. لازم ترجع لطبيبك. الحاجات احنا بنقول لك معلومات عامه فقط، معلومات عامه للتوعيه. لكن انت عايز تاخد حاجه خلاص، لا برجع لطبيب. والله انا عندي سكر، ينفع اخد عسل بالمكملات؟ ينفع اخد بتاع، ينفع مصة بتاع، يعني فاهم انت، بونبوني، فبراحتك يعني. عشان ما تلاقيش نفسك ايه متكلفت ويقول لك عريس الايه، عريس الجنة بقى. طيب، قال لك عريس وبعمل عادة سرية مرة بالشهر وفاضل انا عندي بعمل عادة سرية مرة بالشهر وفاضل على فرح شهر، كده في مشكلة؟ لا، بكل بساطة يعني لا، يعني ما فيكش مشكلة خالص. فرحي كمان شهرين وعايز فيتامينات، لسه قايلهم اللي احنا لسه قلنا وهل توصي بالعسل الروسي وغذاء الملكات؟ ممتازين جدا. العسل الروسي المجفف ممتاز جدا، وفي اعشاب روسيه خاصه بالسحلبوز. والعمل واحد رز بلبن قوي، يليه واحد نسكافيه متميز. الكلام ده كله تمام، مع زنك، الارجينين، فيتامين ب مركب، ويا سلام لو معاك فيتامين د. والكلام ده كله زي ما قلنا تاني، ما تاخدش حاجه الا بمراجعه طبيبك. عندك ضغط، عندك سكر، مشكله في الكلى، مشكله في الكبد، لازم ترجع لطبيبك. وما تنساش يا جماعه كل اللي انا بقوله ده لازم معاه رياضه. الرياضه يعني ايه؟ تتريض يعني الجري. الجري ده بيسبب ان كل جسمك بيكون سليم، ضخ الدم في جسمك ممتاز، نفسك ممتاز. والعلاقة يا جماعة عايزة نفس. احنا الكلام ده قلناه كتير بس انا بضطر اعيده لان محدش بيسأل فيه، بس اوكي، النفس مهم، نفسك في العلاقة مهم. واحنا قلنا قبل كده هتشرب لي سجاير، هتلعب لي في وشيشة ومعسل، هتقعد لي على القهوة عمال تشم في دخان سلبي، بتلعب رياضة، انا فاهم ان ده بيحصل، يعني بتلعب بلاي ستيشن ومش عارف كذا وعلان وفلان وطيزان، هتلاقي نفسك في نهاية الأمر حضرتك نفسك مش عارف، مش قادر تاخده على قدام.
فالجسم ذكي، لما بيلاقي نفسك ان انت بتتعب ومش قادر بيحصل عمليه الايه القصف السريع، وكمان بيسبب طبعا ضعف انتصاب، لان عشان العضله تبقى ناشفه لا محتاجه اكسجين. فاهم؟ اتمنى تكون الموضوع وصل. الحجم وهو مرتخي قد عقلة الإصبع، ده عادي، والمنتصف بيكون 15 سنتي. يعني هو بيتكلم على حجم سحلبوزه وهو مرتخي قد عقلة الإصبع، وفجأة ايه بيحصل له النفخة المتينة بيبقى 15 سنتي. ده طبيعي طبيعي. انت حاجة اسمها جروور، النوع بتاع السحلبوز بتاعك اسمه الجروور. يعني فده طبيعي، وعند ناس كتير اللي هو يبقى صغير زي العقلة في الانصاب بيكبر، ده اسمه جروور. وفي شور اللي هو طوله زي نايم طوله قايم زي الايه زي الخرفان كده. هل جهاز فحص الايدز عبر الاصبع الجيل الرابع نفس الدقة؟ بس يكون من جهة يعني من جهة معتمدة وشركات دولية معتمدة، مش اي حاجة، عشان ما يبقاش انت يعني بتاخد نتيجة خاطئة وبالتالي هتأثر عليك بعد كده. فالافضل رقم واحد لو انت في بلدك اعمل كشفك في المعمل، ده رقم واحد لو انت في بلدك وفي دولتك، وعشان انت في دولتك محدش هيأذيك في حاجه، اعمل كشفك في المعمل. طيب انت خايف او لاسباب اخرى يعني تجيب الشركه من بتبيع الجيل الرابع ده ويكون موثوقه، شركه موثوقه دوليه موثوقه، والجهه كمان تمام، والعبوه جايه لك متحافظ عليها. واحد بيقول طبعا صديقنا عنده فتحتين مكان فتحة البول، هل ده طبيعي؟ ما هم لازم يبقوا فتحتين لانه مجريين يا برنس الليالي ورمانة الميزان. يعني ما انا مش متخيل سحلبوزك يعني، بس هم تملي بيبقوا كده يعني، ده الطبيعي يعني. فممكن يكون انت سنك صغير فمش عارف القصة دي، لكن ده طبيعي يعني. الفتحتين دول طبيعي، لان في فتحة خاصة بالمسار بتاع البول، وفي فتحة خاصة بمسار الخلفية. يلتقيان فين؟ في عند اللي هي ايه سن الدبانة اللي قدام بتاعك ده، عندها للقصف يعني. تروح ضارب منشن مفرقع البومبة. انت كنت انا كنت بكتم القذف بارادتي، هل في علاج للاثار الجانبيه؟ لما يبقى عندك اثار، يعني هو في سؤال طبعا ده الاخير و13 يا اخوانا، هو بيقول ان انا عندي اثار جانبيه، وهل انا عندي اثار جانبيه، لانه كان بيكتم قذف وهو بيعمل العاده، يعني كان بيكتم القذف بارادته، يعني بايده، يعني بارادته بايده مش بارادته يعني بيقول مش هقذف، لا يعني بايده. فبالتالي القصه دي ممكن تكون سببت له اثار جانبيه. هل ليه علاج؟ طبعا، بس العلاج بتاع حضرتك لازم ترجع فيه لدكتور ذكوره وجراحه او دكتور مسالك بوليه، وتقول له القصه وما تخافش، وتقول له والله يا دكتور انا عندي كذا كذا كذا، وحصل لي كذا كذا كذا، كنت بعمل كذا كذا كذا، والاثار اللي عندي سرعه، وعندي الام، وساعات لما بعمل العلاقه بيبقى فيه زي كده يعني اسمها نابنج عارف انت الألم ده اللي بيبقى عامل زي فاهم ألم النزناز ده، بيبقى فاهم انت زي يشكك كده. فده طبعا بيخليك حتى لو انت بتعمل رز بلبن مع زيادة نسكافيه او بطعم النسكافيه، بيخلي الموضوع بتاعك مش احسن حاجة. تمام، لان انت بيبقى ألم فبيفقد عندك التركيز اللي في العلاقة خلاص. فالافضل تروح وتكشف وتشوف المشاكل اللي عندك ايه، هل هي كانت في مشاكل في البروستاتا، هل حصل لك ارتجاع او اي حاجة من الحاجات دي. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى تكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم. وكملوا عندك اسئله اكتبها في الكومنتات، انا بكتب كل الاسئله زي ما انت شايف. تاني اهو كل الاسئله والله بكتبها لكم، والاسئله المكرره انا بحطها في الاول زي مشكله السرعه والحاجات دي كلها. واتمنى تكون حلقه فادتكم. شكرا، وما تنسناش باللايك والشير والمتابعه.